ده عمك رود عضو في فريق البطل، وهو دلوقتي في مهمة جوه دمياط مليان بالوحوش، ومهمة فريق البطل انهم يقضوا الوحوش دي قبل ما تطلع للمدن وتدمرها كلها. بتبدأ المعركة وكل شخص في فريق البطل بيكون له دور، يعني شخص بيهاجم وشخص بيدافع وشخص بيعالج وهكذا، ودوره بيكون هو المدافع وبيدافع عن أعضاء الفريق من أي هجمات. وبالنسبة للرود أغلى شخص في حياته هي أخته الوحيدة، ما بيحبش حد قدها، لدرجة إنه بعد ما خلص المهمة ورجع المنزمة عمال يتخيلها مش شاف حد في حياته غيرها. فزميلته قالت له انت وانت بتنقل ليه؟ ما تركز معانا يا عم. والبنت دي بقى وحش بيكون اسمها نين وبتكرش على رود وبتحب تزنقه، بس رود محترمة وما بحبش التزنق طبعا. المهم انها قالت له انا عارفة انك كنت بتفكر في اختك الصغيرة كالعادة، ما تشغل دماغك كده وتفكر فيها شوية، اقولك اغتصبني مش مطلوب منك غير شوية فجر وقلة ادب والله. فقال لها ايه القلم ده؟ انا ما بشوفش حد في حياته الاخت منشية ما بحبش حد غيرها. بيقول لها ان اخته عندها مرض مزمن وانهم مش لاقيين له اي علاج، وان امله الوحيد في الحياة انه لقى كنز المتاهة السري اللي بيحقق اي امنية، والكنز ده بيكون موجود جوه الدماس، بس فعلا محتاج معجزة عشان يوصل له، لانه بيكون موجود في اعمق نقطة في الدماس ده، غير ان بيكون بيحميه وحوش جبارة مرعبة. والمشكلة الاكبر ان كل مدينة موجود فيها دمات، والله اعلم الكنز ده ثاني واحد فيهم، يعني هو محتاج يستكشفهم كلهم. بيقول لنين بعد اللي حصل امبارح انا مستحيل الاقي الكنز ده، انا فاشل. وده لانه اثناء المعارك نقاط الطاقة بتاعته بتنتهي بسرعة جدا، مع انه اكتر واحد في فريق البطل بيمتلك نقاط طاقة، بس مش لاقي تفسير منطقي للي بيحصل ده. نقاط الطاقة بتاعته 10,000 بس حرفيا بيتبخروا. وفي الوقت ده البطل بيوصل وبيكون معاه بنتين، والبطل ده وحش بيكون اسمه كغلس، وهو فعلا عيل غلس. واستدعى البنتين الجداد وقال لهم اعرفكم دول عضوين جداد وهينضموا للفريق بتاعنا. فنين قالت له ايه القلم ده؟ قوانين الدماس ما بتسمحش الا بدخول 6 اشخاص بس، واحنا 5 دلوقت، ولو الاتنين دول انضموا للفريق هنبقى 7 اشخاص مش هنعرف نخش الدماس، الكلام ده مش نافع. فقال لها اتقل على رزقك، بس انت ليه مستعجلة كده؟ احنا هنبقى 6 دلوقت. انت يا دارود انت ما ترد من الفريق، وده لانك شخص عديم القيمة ملكش لازم، وده لان في المعركة بتاع امبارح كاغلس اللي قتل الوحش بضربته الخاص، وده حصل بعد ما روت فقد كل طاقته وما بقاش ليه لازمة فعلا في المعركة مين بتدافع عنه. وقالته اننا كلنا عايشين لحد دلوقتي بفضل رود، هو اللي بيتصدر كل الهجمات وبيدافع عنا كلنا، احنا لحد دلوقتي مش عارفين طاقته بتستنزف بالسرعة دي ليه، جايز يكون في سبب تاني غير انه يكون فاشل. فقال لها لا هو فاشل وملوش لازمة انا متأكد، وبعدين البنتين الجداد اللي جايبهم دول جامدين فشخ وهينفعوا لنا، ده كفانهم مذهل وبيدافعوا ويهاجموا في نفس الوقت. انما الفاشل ده ما بيعرفش يعمل اي حاجة غير انه يدافع بس، وها هو اليأس. رود بيحس بالفشل، فعل بيسيب المنازمة والبلد وبيقرر يرجع لقريته منين بتحاول تمنعه، بس خلاص ما بقاش ينفع. رود هيرجع على قريته ويعيش معاهم، بيطلب منها انها تزوره في يوم من الايام، وبكده بتنتهي حكايته في المدينة وفي فريق البطل. واثناء ما هو راجع في طريقه وبيقعد يرتاح، وفي الوقت ده بيلاقي 3 مغامرين واقفين يتكلموا عن مهمة المفروض ينجزوها. ورود من كلامهم بيعرف ان المهمة ديت في مدينة كراس، ومدينة كراس ديت بتكون لازقة في مدينة افين، بتكون لازقة في مدينة افنش اللي هو ريحها. فاستغل الفرصة وقالهم بقول لكم ايه يا جدعان، ايه رأيكم انضم لكم وننفذ المهمة دي مع بعض؟ ومش كده وبس، ده انا كمان مش هاخد منكم فلوس، يعني انضم كده معاكم مجانا. فواحدة منهم عرفته وقالت له افتكرتك انت كنت في فريق البطل مش كده؟ واول ما بيعرفوا كده بيوافقوا على طول انه ينضم لهم، وبكده يبقى ضمان ركوبها ببلاش. بعد كده بتحركهم وبتبدأ رحلته في العودة لقريتهم، واثناء ما هم ماشيين في الطريق الجو بيليل والضباب بيعم المكان، وفجأة روب يحس بحد قدامهم وبيقول لسائق العربية اقف بسرعة. وأول ما بينزل بيفكر إن هم مقطوع طرق، بس بيلاقي بنت كحيانة وعدمانة، حد عدمها العافية، وأول ما بيشوفها بيطمن لها وبيقرب منها عشان يعرف مين اللي عامل فيها كده، ولكن فجأة بيلاقيها في عملاقة قدامه وهي اللي فلقتها كده. وطول الوقت البنت كانت بتحاول تهرب منه، اللي هي عملاقة كبارة قوتها مرعبة، الرضوى اللي معاه خطر حقيقي. بتبدأ تهجمهم، بس روب بيستخدم تقنية من تقنياته بيلفت انتباهها ناحيته هو، وبتبدأ تهاجمه. بيقول للمغامرين ان افضل الفت انتباهها وصد ضرباتها، وانتم كل اللي عليكم انكم تجماه بكل قوته، ولكن الافعى بتديله واحدة بدلها بتطيره. الرود انتهى، بس في الوقت ده بيفتكر اخته، بيفتكر مرضها، بيفتكر انها محتاجاه. بيقوم بسرعة بيتحمس ويتقوى. تبدأ المعركة من جديد، الروب بيصد كل هجماتها بكل قوته والأبطال بيبدأوا يهاجموه، ولكن الأفعم بتتعصب وتغب عليهم بهجمتها الخاصة. بس على مين؟
المحارب الأقوى هنا بيتصدر هجمتها بكل قوة، والمغامرين بيغض عليها كلها. تفون بيرزقها ضربة حرفيا بيفلقوا. بعد كده رو بيروح أطمن على بنته، قال لها إن مفيش داعي للخوف وإنهم خلاص فلقوه. بيعرف منها إنها ما عندهاش أي مكان تروح وإنها مجرد عابدة وهربانة، فبيرضى عليها إنها تفضل معه، وهي ما بتصدق وبتوافق تروح معه. ما عندهاش حد غيره أداها أمل في الحياة. وأخيرا بيوصلوا على قرية إيفنش اللي هي قرية رود يعني، فبيقرر ينفصل عنهم. وهم قالوا له ايه يا اسطى، انت مش قلت انت هتفضل معانا؟ انت هترجع في كلامك ولا ايه؟ كان لما تنضم لفريقنا على طول ونبقى مع بعض دايما ونخرب الدنيا بقى وكده يعني. فقال لهم للأسف مش هينفع، انا لازم ادور على الكنز السري. وبينفصلوا عن بعض وكل واحد فيهم بيروح في طريق. واثناء ما رود والبنت اللي معاه ماشيين قال لها ايه ده، صحيح احنا ما تعرفناش، انا رود، انت اسمك ايه؟ فوقفت ومعرفتش ترد عليه، وقالت له بكل براعة وحزن انا ما عنديش اسم. فقال لها بس كده ده اللي مزعلك، نديك اسم، ايه رأيك في اسم لونا؟ والاسم عجبها جدا، ومن اللحظة دي بقى اسمها لون. واثناء ما هما ماشيين الجو بيليل عليهم، فبيقعدوا عشان يتعشوا ويروقوا على حالهم. ورد قال لها بقولك ايه، خليكي هنا ثواني انا هقوم اعمل زي الناس واج. بس فجأة في الوقت ده في مجموعة وحوش بتطلع عليه، وبدل شكلهم يفلقوها، بس هي فجأة بتلاقي سكينة جنبها وبتاخدها، وحرفيا بتقوم بتفلقهم في ثاني. رود مصدوم، ايه ده البنت بتمتلك قدرات قتالية مرعبة. وقال لها ايه ده لما انت جامدة وفشيخة كده ما قتلتيش الافعال اللي كانت فلقاكي ليه؟ فقالت له انا بعرف اقاتل بالسحر، بس انما ما عنديش اي مهارات قتال عن قرب، يعني حاجات بسيطة مهكعة كده. وعندي مهارة واحدة حزينة كده، مهارة تقييم، يعني ملهاش ايه 60 لازم. فقال لها نعم يا اختي، مهارة تقييم دي مهارة نادرة جدا، وفي شخص واقعد في العالم ده اللي كان بيملكها ومات من سنتين، يعني بمعنى اصح في الوقت الحالي هي الوحيدة في العالم ده اللي بتمتلك مهارة التقييم. رود قال لها بقولك ايه، قيموني بسرعة، ده انا كنت محتاجك من ده من زمان لان مش فاهم مهاراته. وطبعا هو عايزها تقيم مهاراته عشان يعرف ايه المهارة اللي بتخليه يفقد طاقته بسرعة دي ويقدر يتحكم فيها. وبالفعل بتمسك ايده وبتبدأ تقيم مهاراته، وبتقول له انت عندك 4 مهارات. الاولى هي الاستفزاز، ودي بتخليك تجذب انتباه اي عدو ناحيتك، والمهارة ديت اللي هو استخدمها مع الأفعى. والمهارة التانية هي مهارة الجسم السليم، ودي بتخليه يستعيد طاقته ويتم شفاء جروحه بسرعة جدا. والمهارتين دول هو كان عارفهم وبيرفع في استخدامهم كويس. اما بقى المهارتين المجهولين اللي هو ما يعرفش عنهم اي حاجة، هم تحويل الحياة، والمهارة ديت بتخليه يحول اي طاقة بيفقدها لقوة جبارة ومرعبة. ومهارة التضحية، ودي بتخليها تحمل الضرر الناتج عن زمايل، يعني بمعنى أصح طول ما هو بيقاتل جنب زمايله الطاقة اللي هم بيفقدوها بتتخصم من طاقة رود. يعني معنى كده إن مش فاشل، وإن سبب نجاح فريق البطل كان هو بس هو ما كانش واخد باله، ولا هم كانوا واخدين بالهم طول الفترة اللي فاتت، وهو ما كانش فاهم المهارة وكان دايما بيفعلها عشان زمايله بس ما كانش فاهم إيه اللي بيحصل. يعني على فريق البطل دلوقتي بعد ما روت سابهم، تفتكر ايه اللي حصلهم؟ اكتب لي توقعك في كومنت قبل ما تكمل الفيديو، وبالمرة ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان تكمل معانا في رحلة 150 ألف في أسرع وقت. ويلا نكمل. وأخيرا بيرجعوا لافنشي، وبتكون قرية بسيطة جدا وجميلة جدا. واول ما بيدخلوا في واحدة بتجري على رود وبترزقه حضن مخبريه، وقالت له ربنا ما يسيبك تمشي تاني المرة دي، ده انت وحشني قوي يا عقلية. والبنت دي بقى وحش بيكون اسمها ميلينا بنت حداد القرية اللي بيصنع الأسلحة. وفي الوقت ده بتيجي واحدة تانية بتقول له اوعى كده يا بت، ما تضايقيش رود، وبعدين ما وحشني انا كمان يعني. والبنت دي بيكون اسمها فيل، وهي مساعدة رئيس القرية، ورود كمان بيسلم عليهم وبيعرفهم على لون. رود شكله محبوب جدا في القرية دي، حبيب الكل وبالأخص النسوان. ولونا بتكون طايرة من الفرحة أول مرة في حياتها تحس بوجود ناس حواليها. بعد كده بيروحوا على البيت عشان يشوفوا منيشي، وروب بيقول لي لونا بقولك ايه ما تعملش صوت، منيشي هتلاقيها نايمة دلوقتي ومش عايزين نزعجها. بس بتفاجئ انها عامله له الاكل اللي بيحبه وواقفة قدامه وبتقول لاخويا حبيبي وحشني يا عقلية. رب يكون طاير من الفرحة ومش مصدق نفسه انه اخيرا قابل اخو بيعرفه على لونا، وبيقول لها حكايتها وان قرر يخليها تعيش معه. فبترحب بيها وبتقول لهم يقعدوا ياكلوا الاكل الجامد اللي هي عملته. بعد كده بيقعدوا ياكلوا، بس لونا بتمسك المعلقة بطريقة غريبة. فمنيشي استغربت وقالت لها ايه ده انت ماسكة المعلقة كده ليه؟ فقالت لها انا اسفة، انا ما استخدمتش المعلقة قبل كده. بتفتكر الماضي، بتفتكر اللي حصل فيها لما كانت عبقت منيشة بتطبطب عليها وبتقول لها مفيش داعي، للأسف أنا هعلمك كل حاجة. ومن هنا بتبدأ صداقته. وبعد مرور 3 أيام بتتقن كل حاجة لدرجة إنها بتعمل لهم أكل أحسن من أكل منيشي. روب بيكون مستغرب من مهارتها دي. اتعلمت كل أساسيات الحياة في 3 أيام بس، وده ملوش غير معنى من الاتنين،
يا إما هي عندها قدرة على استنساخ المهارات، يا إما عندها قدرة على التعلم بسرعة. بعد كده روب بياخد لونا في جولة عشان يفرجها على القرية، بيقول لها إن القرية ما فيهاش نقابة مغامرين أو حتى كنيسة، كل اللي موجود فيها ورشة حدادة وصيدلية تعبانة كده. وأثناء ما هم ماشيين بيقابلوا حداد القرية، وده زي ما قلنا بيكون أبو مالينا. وقال لي روب بقول لك يا اسطى، انت لازم تتجوز بنت بقى، انا عايز حفيد بقى يا عقليه. فرد قال له يا عم ابعد عني انت وبنتك بقى، ده الراجل وبنته شكلهم كده مجانين، والراجل ده بيكون اسمه رايز. وقال له روب بمناسبه رجوعك لينا بالسلامه، انا هعملك سيف سحر جديد عظمي،